خلص بفوز النادي الاهلي على البنك 1-0. سجل الهدف محمد شريف. انا فرحانه جدا يا جماعه بعوده محمد شريف لتسجيل الاهداف من تاني. يعني فضل فتره كبيره غايب عن تسجيل الاهداف وما كانش عنده الثقه طبعا. وطبعا انتوا عارفين ان احنا اي لاعب بيأثر في حق النادي الاهلي بنطلع ننتقده وكده. حتى هو كان بياخد الانتقاد، ما كانش حتى بيحاول ان هو يرجع لمستواه تاني. بس الحمد لله انا فرحانه ليك جدا يا محمد يا شريف. يعني اول ما رجعت سجلت هدفين في نادي الزمالك، وده الهدف الثالث ليك، سجلت الهدف في بنك الاهلي. حاجة تانية يا جماعة، انا فرحانة جدا والله. يعني النهاردة يوم يعني عظيم جدا، يوم كروي عظيم على اي اهلاوي. حصلت احداث النهاردة حلوة قوي. يعني اول حاجة تعادل فيوتشر مع المصري، ودي هدية حلوة جدا للنادي الاهلي، لان انتوا عارفين ان فيوتشر دلوقتي هو اللي بينافس النادي الاهلي. يعني المنافس بتاع النادي الاهلي هو فيوتشر في المركز الثاني. فيوتشر اتعادل وخد نقطة واحدة. يعني شكرا جدا يا فيوتشر على الهدية الجميلة دي. حاجة تانية بقى يا جماعة، ونادي الزمالك طبعا عمال يبعت لنا في هدايا، ويعني مش عارفين نودي جمايلك فين يا غريمي وحياة ربنا على الهدايا اللي انت عمال تبعتها للنادي الاهلي دي. نادي الزمالك بيخسر من غزل المحلة في المحلة 2-1. يعني انا مش عارفة ضربة الجزاء دي اتحسبت ازاي بصراحة. بس بلال علام قالك ان غرفة الفار قالوا له ان الفار اتعطل. يعني الفار فضل شغال كل ده وجه يتعطل بس وقت ضربة الجزاء عشان يتأكدوا هي ضربة جزاء ولا لا. انا وانت وكلنا عارفين ان هي مش ضربة جزاء، بس لازم طبعا ان يحصل كده، لان مش هينفع ان نادي الزمالك يخسر الخسارة التانية ليه على التوالي من غير ما يسجل هدف. فلازم يجاملوه كده ويدوله ضربة جزاء. تمام. فالمباراة خلصت بخسارة نادي الزمالك الخسارة التانية ليه على التوالي. يعني خسر من النادي الاهلي 3-0 وخسر من غزل المحلة في المحلة 2-1، وزي ما هو برضو في المركز الخامس. حاجة تانية بقى، النادي الاهلي الحمد لله فاز وكده، ان احنا نسافر. يعني نسافر واحنا مطمنين، يعني نسافر كده واحنا مطمنين عن الدوري الحمد لله يعني. وان شاء الله الدوري السنة دي يكون في الجزيرة. حاجة تانية بقى يا جماعة مرتضى منصور طلع وقال لك ايه بقى، ان هو خلاص قرر بقى، لان القرار ده كان واخده يعني بقاله يومين. القرار ده كان واخده بقاله يومين، يعني كان عايز يطلع يتكلم فيه من ساعة ماتش الاهلي، بس هو اجله. كان هيشوف بقى هل فيريرا هيكسب الماتش ده ولا مش هيكسب يعني. بس خسر الماتش ده، فطلع قال لك ايه بقى، انا خلاص القرار اللي انا كنت مقرره فهقوله بقى، خلاص اقالة فيريرا وكل الجهاز اللي معاه كله. وهعينوا مين بقى يعني مدرب لنادي الزمالك؟ عينوا أسامة نبيه. احنا هنرجع تاني يا جماعة لفترة ايه بقى، هما هيرجعوا لفترة ايه، ان هيفضلوا كل شوية يكلوا مدرب ويجيبوا المدربين بتاعتهم ويرجعوهم من تاني ابناء النادي بقى. فعينوا أسامة نبيه لمدرب فنان لنادي الزمالك. يعني النهاردة يعني حصلت حاجات مفرحة جدا لجماهير النادي الاهلي. لكن على الجانب الاخر جماهير النادي الزمالك طبعا زعلانة ومقهورة على حال اللي النادي الزمالك بقى فيه. عمال بادئ الموسم بتعادل وخسارة، وخلاص كده شكل الدوري بيضيع منهم. بس فهم زعلانين يا جماعة مقهورين وطالعين بقى يشتموا في فريرة. حتى يا جماعة ما شكروش الراجل، ومثلا شكرا على اللي انت عملته، على الاتنين دوري اللي انت جبته لنا، على الكاس، على اي حاجة. لا، طالعين عمالين يشتموا فيه امك وابوك وعيلتك ايه يا جماعة؟ ده مش جزات الراجل. اكيد في مشكلة حصلت خلت ان الراجل عمل كده بقى يعاند معاكم مثلا. يعني معرفش بقى من رئيس النادي ولا من امير مرتضى ولا من اللعيبه، الله اعلم، محدش عارف اللي بيحصل من ورانا يعني. بس يعني النهارده يوم حلو ويوم عظيم، والنادي الاهلي كسبان وفيوتشر متعادل ونادي الزمالك خسران وفريرا مشي وتعيين اسامه نبيه. وكمان يا جماعه في حاجه انا عايزه اقولها لكم، يعني كهربا برضو كان سبب مشيان فيريرا اقالته المره اللي فاتت، وكهربا برضو هو السبب في إقالة فيريرا المرة دي. يعني كهربا من ساعة ما رجع وسجل الهدف، والهدف يا جماعة عامل
غير طبيعي، اقسم بالله. الهدف كركب الدنيا وبوظ الدنيا في نادي الزمالك. يعني نتمنى ان احنا نشوفكم كده دايما على طول، وان شاء الله الدوري السنه دي يكون في الجزيره، وان شاء الله نكسب بيراميدز وناخد الكاس، ونقابلكم في السوبر يا زمالك. يعني نقابلك في السوبر زي ما خالد غندور طلع قال لك ايه، بحلم بيك، انا بحلم بيك، ويوم السوبر مستنيك، هنقابلك في السوبر تاني، وان شاء الله نكسب. نروح بقى ايه لافريقيا، نروح لافريقيا وربنا يوفقنا وناخد ال11 ان شاء الله، وان شاء الله نلعب في كاس العالم للانديه ونوصل نهائي ونلعب ريال مدريد. يعني فخر كده يا جماعه ان انتوا بتلعبوا ريال مدريد كده، فخر. مش اللي متباهى يقول لك في سنتين فار العداله وخدت 2 دوري. سمعونا احسكوا ايه اللي حصل عندكم يا زمالك.